هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ينعاد علينا وعليكم يا رب باليمن والخير والبركات، ويتموا علينا يا رب لا فاقدين ولا مفقودين. النهاردة بقى انا جايالك بقولك ولا تستصعبيه، وفي حلة واحدة هتعمليه الكشري المصري ابو حلال كتير. لأ، انتي النهاردة هتعمليه في حلة واحدة بخطوات بسيطة جدا، هيطلع معاكي بأطعم طريقة للكشري. الحلة الواحدة بجد ممكن تجربيه. ده الفاينل لوك بتاع الكشري بتاعنا. ف اتمنى يعني المنظر يكون عجبكم. هنعمله بكل تكاته وكل اسراره وبخبايا المطاعم، زي ما بيقولوا اسرار الشيفات في المطاعم. هيطلع معاكم احلى كمان من بتاع بره، واطعم بكتير 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 بشوية تكات وتركات هنعرفها مع بعض في خلال الفيديو. اول حاجة بنجيب طاسة على حلة مثلا على النار، ونحط فيها اي مادة دهنية. انا بحط زيت ذرة. تمام، مجرد بس انه يسخن حاجة بسيطة، ببدأ ان انا انزل بيه الشعرية بتاعتي. انا النهاردة مثلا هعمل حلة تكفي 4 افراد مثلا، فبحط نص كوباية من الشعرية في على المادة الدهنية. يعني اول حاجة بننزل في الحلة بالشعرية. تمام، بنفضل نقلب فيها نقلب فيها لحد ما تبدأ ان هي تاخد اللون الذهبي مش تحمر. خلاص، بنبدأ ان احنا نقلب فيها ونشوح فيها في الزيت لحد ما تاخد اللون ده. بيبقى حلو جدا بصراحة، لان احنا هنكمل تحميره بس مع المكرونة. هنا نزلنا بمج مليان من المكرونة اللي هي الخواتم الصغيرة. تمام، طبعا ده انا بجيب لكم الطريقة الاصلية بتاعة الكشري من غير اي افتكاسات او انواع تانية من المكرونات او حاجة يعني تكون مش بتتحط عليه، مش المتعارف عليه يعني. خلاص، هنا انا حطيت المكرونة على الشعرية. ليه؟ لان انا بحب المكرونة تتشوح مع الشعرية. شوفوا الشعرية هنا خدت لون الاحمر بتاعها الجميل، والمكرونة كمان اتشمعت من الزيت. خلاص، دي خطوة مهمة جدا عشان المكرونة تطلع ماسكة نفسها وما تطلعش مهرية ابدا. بعد كده نزلت هنا بمج برضو كبير مليان من الرز. خلاص، الرز طبعا مغسول ومتصفي مش منقوع، مغسول ومتصفي فورا. بس هنا نزلت بكمية الرز بتاعتي على الشعرية بالمكرونة، وما نبطلش تقليب يا جماعة. يعني ما نبطلش تقليب، ايدك ما بتقفش. التشويح الكتير في الكشري بيخليه بصراحة حلو جدا. انا هنا جبت كمان حوالي ربع كوباية صغيرة، ربع كوباية شاي يعني، من العدس الأصفر، ونقعتها يمكن ساعتين أو 3 قبل الطبخ يعني، وبضيفه على الكشري. خلاص كده، دي من أساسيات الكشري يا جدعان. تمام، بفضل أقلبه فيهم، وبرده تشويح تشويح تشويح. التشويح ده اللي بيخلي لك الكشري في الاخر مفلفل، ما بيخلوش معجن. في ناس كتير تشتكي ان الكشري الحله الواحده معاها بيعجن وما بيبقاش مظبوط. لا لا، جربي فكره التشويح الكتير الكتير. كل حاجه تبقى متغلفه كده بالزيت مثلا او متشوحه كويس قوي، بتبقى الصراحه ممتازه جدا. هنا انا فاضل لي خطوه واحده بس، وهي المكرونه الاسباجيتي. بس قبل ما بحطها عشان مش هعرف اقلب وهي محطوطه، ببدا ان انا احط التوابل بتاعتي اللي هي عباره عن حاجتين اتنين بس: ملح وكمون. الكشري يا جدعان بيحب الكمون، فبنحط الملح بنظبطه، وبعدين بنحط معاه كمان معلقه من الكمون، معلقه صغيره كده او معلقه الا ربع صغيره من الكمون. خلاص، هنا بقى انا اول ما بضيف المكرونه الاسباجيتي، بقطع طبعا المكرونه على 3 علشان ما تبقاش طويله قوي. ببدا على طول ان انا احط الميه هنا يا دوب تغطي الكشري بتاعنا بمقدار مثلا ايه نص عقله كده ولا حاجه. هنا بقى في حلة تانية حطيت برضو مادة دهنية زيت، وجبت العدس بجبة برضو كان منقوع قبليها بشوية. ببدأ ان انا احطه اشوحه شوية الاول، وبعد كده احط عليه مية مغلية. ده انا بحب اعمله في حلة لوحده، لان بياخد سوى زيادة شوية عن الرز والمكرونة، مكونات الكشري التانية يعني. فالافضل ان انا بعمله كده، لاني بعمله بطريقة تانية زي كشري المحلات بالظبط، وهيطلع معانا بيرفكت يا جماعه. وشوفوا معايا الطريقه برضو للاخر. فانا هنا حطيته خلاص يتسلق وغطيت عليه على جنب. هنا بقى جبنا حله تانية صغيره عشان هنعمل فيها الصلصه. اول حاجه بجيب برضو زيت، وبعدين احط فيه حاجه يعني توم، نص معلقه توم مهروس كده. وطريقه التوم انا يعني موجوده على القناه عندي، هبقى اسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس. هنا بوريكم بس ان الكشري خلاص اتشرب الميه بتاعته. هنبدا ان احنا ندي تقليبه صغيره وهنغطي وهنوطي. يعني ادي تقليبه بسيطه وغطي ووطي، وطي خالص النار.
تمام. هنا كده انا خلاص خلصت الكشري، يعني هسيبه بقى على نار هاديه براحته خالص، وهغطيه وهوطي له النار وتمام على كده. هنا بقى انا عندي الحله الصغيره بتاعه الصلصه. اولا انا لازم التومه اقعد اشوح فيها شويه لحد ما تاخد لون اصفر شويه مش تتحرق. ابدا ان انا انزل عليها باربع معالق ولا حاجه كده من الخل. الصلصه بتاعه الكشري بتحب الخل. خلاص هنا بقى كان عندي طماطم برضو انا عاملاها مصلصاها، فحتى كان فيها هي لسه كتلة تلج كده ما فكتش على النار، كله بيفك وكله بيبقى زي الفل يعني. هنا بس المقطع بتاع الصلصة التوابل اللي انا هحطها اتمسح. انا هنا حطيت فلفل اسود وحطيت ملح وحطيت كمان كزبرة وكمون فقط لا غير. ما بحطش اي حاجة تانية مع التوم والخل على الصلصة. خلاص انا هنا جبت البصل. انا بحب قوي الكشري الاصفر، الكشري اللي هو الكشري المصري بتاعنا. احب قوي البصل اللي هو الابيض مش البصل الاحمر، بيبقى مسكر اكتر معاه. انا هنا حطيت البصل قطعته جوليان رفيع، وبعد كده حطيت عليه شويه خل صغيرين وقلبته في بعضه وفي زيت. مش شرط ابدا ان هو يكون غزير، ولكن يكون فيه زيت يعني البصل باين فيه. ونبدا ان احنا نشوح في البصل بتاعنا. والافضل طبعا انه يكون عادي على نار عاليه، ولكن ايدك ما توقفش تقليب فيه، ايدك ما توقفش تقليب فيه. هيطلع معاكي مقرمش جدا، وهيطلع معاكي طعمه حلو مدي تيست حلو. هنا الصلصه انا بوريكم ان هي خلاص كانت دخلت في التسبيك التمام. هبدا ان انا ازود لها شويه ميه، حوالي نص كوبايه من الميه، وتاخد مجرد تاخد غلوه واحده وخلاص على كده هطفي النار. تمام. بس كده مش هعمل اكتر من كده. هنا انا بوريكم بس الحمص لا سوري اللي هو العدس بجبه ان هو خلاص استوى، يعني بتعمليه بايدك كده خلاص بتلاقيها اتهرست، فهو كده خلاص استوى. هنبدا ان احنا نطفي عليه النار وهنسيبه بس على جنب شويه لحد ما نخلص ايه البصل والحاجات الباقيه بتاعتنا. خلي الخطوه بتاعه العدس بجبه دي اختياريه بالنسبه لك وتكون اخر حاجه. فاضي وقت تمام تعمليها، مش فاضي وقت خلاص، ولكن لما بتتعمل بصراحه بتدي تيست جميل جميل جميل. انا هنا في وقت ما البصل كان خلاص قرب يخلص، بدأت ان انا اجيب اعمل الدقة بتاعة الكشري. طبق حطيت فيه برضو نص معلقة توم، هنا ربع معلقة شطة، ربع معلقة كمون، ربع معلقة كزبرة ناشفة. تمام. وطبعا الملح بتاعنا، وحطيت يمكن مثلا ربع كوباية من الخل، عليها ربع كوباية زيها من المية، وعصرة نص ليمونة فقط لا غير. انا ساعات لما بخلص الخلطه دي اللي هي الدقه، باخد معلقتين كده من الصلصه اللي انا عملتها بتاعه الكشري، واخد منها واحطها على الدقه، بتدي لون احمر وحلو جدا وبتديها تست الصراحه عالي جدا. خلاص بس انا الخطوه دي بس نسيت ان انا اوريها لكم. هنا خلاص حطينا الكمون والملح والكزبره والشطه والخل والثوم وعصره الليمون والميه. كده الدقه كده خلصت خلاص. في ناس بيحطوها على النار ويشوحوا التوم والكلام ده، مش شرط يعني ملوش لازمه. هنا البصل بتاعنا شوفوا لونه ما شاء الله ذهبي جدا مقرمش جدا. انا لما بطلعه ما بطلعوش على مناديل، ما بطلعوش على طبق عادي، بطلعه على شبكه. دي شبكه الاير فراير عندي. فالشبكه دي بصراحه بتخلي البصل لما يطلع كده للهواء بياخد يعني قرمشه حلوه جدا جدا يعني. خلاص هنا بقى عندي طاسه تانية وحطيت فيها برضو شويه زيت. هبدا بقى اخد الخطوه اللي انا بقول لكم اختياريه، ولكن بتضيف جدا جدا لو عملتوها، وهي اننا بناخد العدس اللي بجبه، وابدا ان انا بظهر الاسباتيولا او بمعلقه او حاجه. طبعا لازم تكون الحاجه اللي احنا بنعمل فيها ووك طاسه اي حاجه تكون نون ستيك ما بتلزقش. ونبدا ان احنا نهرس فيه كده، نهرس فيه نهرس فيه، بحيث ان احنا نطلع كل الماده اللي جواه، النشا يعني اللي جواه، وهو اللي بيعملها الكراست او الطبقه اللي بره بتاعته اللي بتتباع بالظبط بالظبط في المحلات. وهتتابعوا معايا الفيديو بالظبط بالخطوات. انا حبيت ان انا اوريكم بالتفاصيل يعني علشان تشوفوا معايا المراحل، لان انا اول مره عملت الطريقه دي حسيت ان هو ايه ده كانه هيعجن معايا. ولكن لما استمريت شويه في التقليب، النار متوسطه وانا عماله اقلب اقلب مش ببطل تقليب، في الوقت ده بالظبط انا يعني ايه خلاص بدأ ان هي كل واحده تستقل بذاتها حرفيا. كل عدسايه بتستقل بذاتها وبتعمل الطبقه النشا اللي حواليها، وبيبقى طعمه خطير خطير خطير، على عكس ما هو يكون يعني ايه واقف كده زي ما هو. تمام. فانا هنا اهو تقليب 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 يا جماعه، ومش تقليب يعني احنا بنهرس بالاسباتيولا. حطي الاسباتيولا وافضلي اهرسي فيه، افضلي اهرسي فيه. كل الهرس ده هو اللي بيديكي طبقه الكراست في الاخر اللي بيطلع الماده او النشا يعني اللي جوه العدس.
خلاص. في المرحلة دي ممكن الناس يقولك ايه ده ايه ده عجن. لا يا جماعة كملوا، ما توقفوش، يعني هو المفروض ما يقفش بالمنظر ده ابدا، كده هيطلع لا مش مظبوط. لازم نكمل على نار متوسطة، النار شغالة، النار متوسطة، ونفضل نقلب نهرس بظهر المعلقة او الاسباتيولا بتاعتنا لحد ما هتشوفوا في الاخر المنظر هيبقى عامل ازاي. هنا بدأت تبان شوية ملامحه مع كتر التقليب. انا ما حبيتش ابدا اقطع معاكم الفيديو غير بسيط قوي، علشان تشوفوا برضو ان هو بياخد وقت يا جماعة، بياخد وقت شوية، يعني ممكن 3 4 دقايق واقفة بتقلبي فيه وبتهرسي فيه بس على النار. خلاص. ولكن زي ما بقول لكم نتيجته فعلا مميزة جدا، علشان يبقى الكشري بتاعك شبيه اللي بره خالص. يعني هو حلة واحدة، ولكن التست يمكن احلى كمان والله، وانضف طبعا حاجة في البيت يعني. تمام. هنا بدأ ياخد الشكل النهائي بتاعه، ومع التقليب المستمر على النار هيبدأ ان هو خلاص يدينا الفاينل لوك بتاعه اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. بجد يا جماعة مفيش احسن من ان انتوا تعملوا الاكل بتاعكم في البيت. يعني انا عايزة اقول لكم اقل طبق كشري مثلا بيتباع بره في محل، اللي هو مش هقول لكم بير سلم او حاجة، لان برضو ما ينفعش الواحد ياكل في حاجة في مكان يعني مش موثوق او حاجة مش كويسة بحيث ان هو سعرها يبقى رخيص وخلاص، لا. لكن لو محل كويس اقل طبق عنده دلوقتي ممكن يعدي ال 80 جنيه. تمام. اللي هو يكفي فرد. لا انت في بيتك هتعمليه بارخص من كده بكتير، واوفر كمان من كده بكتير. هنا لو تلاحظوا معايا خلاص كل واحده حرفيا استقلت بذاتها، بقت كل عدسايه لوحدها، فرفر من بعضه، ما بقاش معجن ابدا. هنا في الخطوه دي خلاص نطفي النار وخلاص كده، يعني تقلبتين كده من النار مش شغاله، مع تقلبتين وخلاص على كده. ده الشكل النهائي بتاع العدس بجبة، بالظبط زي اللي بيتباع في المحلات وبيتحط على وش الكشري. هما لما بيعملوه بيسلقوه الاول، وبعد كده ياخدوه من غير المية بتاعته في مادة دهنية في طاسة مثلا، ويفضلوا يهرسوا فيه لحد ما يوصل للمنظر ده. وبكده حبايب قلبي احنا نكون خلصنا اهو، ده منظر الكشري والعدس اللي بجبة اللي على وشه. هنا بنزل بس بالبصل المقرمش و بس كده. دي كانت وجبتنا النهارده. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وعشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني ان شاء الله في حاجات كتير جميلة جدا ان شاء الله هنعملها مع بعض. اشوفكم على خير. ما تنسونيش في الاشتراك في القناة واللايك والكومنتات الحلوة اللي زيكم يا حبايب قلبي. واشوفكم على خير، ومع السلامة. استودعكم الله. مع السلامة.